السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة سور ماشين هدى دادو. على بالي طولت عليكم الغيبة بزاف. نعتذر منكم على هذا الغياب الطويل. ان شاء الله نعاود نرجع ان شاء الله كل مرة نحط لكم فيديو جديدة باذن الله. حبيت نشكر تاني بزاف اللي سقساو عليا في لي كومونتير، كانوا دائما يسقسوا عليا وين راكي. نقول لكم الحمد لله، ظروف برك وجازوا الحمد لله. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعائلتكم كامل ان شاء الله بالسلامه. الوغ اليوم جبت لكم غوسيت تاع غاتو سيك، درتو كوموند حبيت نصورو. هذا ملفوف بنوات كوكو، بنين بزاف هايل اللي يجي طري كيما راكو تشوفوا. ما يجيش لاباط تاعو ماشي كوم سابلي نورمال، يجي يبان شغل مشرب كيف هذاك الحشو تاع نوات كوكو. بزاف بنين وماذا بيا تجربوها. فوالا كيما راكو تشوفوا انا قسمت لكم حبه يجي الشكل ديالو شباب. بون هذا الكاطو يعني من بكري معروف يجي دي تريانغل. انا برك بدلت له الشكل، درتو في ليمول اون سيليكون كور. فوالا ما نطولش عليكم، نروحوا نشوفوا لي زيتاب تاع هاد لاغوسيت. بسم الله نبداو لاغوسيت. عندنا المقادير 320 غرام مارغرين لابيل تكون طرية بحرارة الغرفة. نزيد عليها قرصة ملح، بيان سور لازم نزيدو الملح. هذا الجاتو يخرج لكم بزاف، انا خرج لي 75 حبة. شوفوا 320 غرام برك مارغرين خرج 75 حبة، يعني زاكي هايل. نزيد عليها ملعقه كبيره تاع لافاني ولا 2 ملاعق صغار، انا هنا درت 2 ملاعق صغار تاع لافاني. توجور ديروا لافاني في ليغاتو ديالكم سورتو وين كاين البيض، يعطي لها ريحه هايله، تمد ريحه هايله، ومما كي تخبوها تبقى ريحته شابه الكاتو. هنايا زيدوا 4 صفر بيض، وعندي لهنايا 80 غرام تاع الحليب. فيه الحليب هذا الكاتو يجي رطب بزاف. وعندي هنايا 300 غرام تاع سكر غلاس، سكر ناعم. نخلي لكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. هنايا نصير السكر بيان سور، نصير السكر. بون كلش دو بريفيرونس تصيروا سورتو السكر الكاكاو وهاد الامور كامل لازم يتصيروا باش تجي الحاجه تجيكم لاباط مليحه في الاخر، تحصلوا على جينه مليحه. هنايا خلطتها بالباتور، هنايا نحب توجور لي بات هادو نضربهم بالباتور باش يجوا ممسوحين، ما يكونوش كامل فيهم كاش لي غرومو. وهنا بديت نزيد في لافارين بالعقل، وزدت عليها باكي واحد تاع لا ليفور. لافارين دات لي هنايا يعني بالتقريب 850 غرام، وانتوما كل واحد والفارينه ديالو. انا استعملت سيم دات لي 850 غرام هاد الكميه. يعني قلت لكم هذا الكاتو يخرج، نتوما الا درتو هكا للدار برك تقدروا ديروا نصف الكميه. نلم العجينه، وتوجور العجينه كي تلموها دائما خلوها طريه، ديروا حساب باللي كي ترتاح راح تشرب. يعني 850 غرام كاقصى حد من الفارينه. هاد لابات فيها الحليب تحب ترتاح، على بالكم الحليب يمد شويه تعلاك كيما نقولوا لابات، مي ما تخافوهاش تريح تولي هايله. وكي طيب ما تجيش كروستيونت، تجي لداخل تبان مشربه، ولا غير كي تاكلوه يبان شغل باتيسري هذا الكاطو صراحه. شوفوا لاباط كيفاش راهي طريه. توجور نتستيها كي نديرها اون بول نشوفها ما لصقتش في يدي، درت لابول بلا ما تلصق في يدي، نعرف باللي نحبس خلاص لافارين. شوفوا هاي ليك ما راهيش تلصق في يدي، نحبس ما نزيدش ندير لافارين. دوكا نروح ندير لافارس. انا لهنا لافارس درت كميه كبيره على خاطرش راح نزيد ندير نخدموا هاد الايامات ان شاء الله. درت فيه خضره. نتوما نخلي لكم المقادير المضبوطه في صندوق الوصف. المهم عندي نواه كوكو، عندي سكر غلاس، عندي الكاكاو، والمقادير راني كاتبتهم بالضبط في صندوق الوصف. قيس هاد الكميه تاع العجين.
جيسبر تكونوا فهمتوني، واللي ما فهمتش حاجه تسقسيني في لي كومونتير. نزيد البيض وبيان سور ندير فيه لافاني نحشو، ونبقى نزيد في الحليب بالعقل. هنا درت كميه كبيره تاع الحشو، خرج لي قيس هاد العجينه وكفاني. كي نخدم عجينه اخرى، نتوما خلي لكم المقادير المضبوطه، قيس هاد العجينه برك. اللي حبت كاش وصفه من الوصفات ديالي اللي راني دايرتهم في الفيسبوك، دخلوا للصفحه ديالي غاتو سور كوموند هدى دادو. يعجبكم كاش موديل قولوا لي عليه في لي كومونتير، ونحاول نديرو ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ما نزيدش نطول الغياب. هنايا توجور العجينه قسمتها على 6 باش تكون خدمه نقيه ويكونوا كاع قد. قسمتها على 6 وجبت دي ساشي تاني راني نحل عليهم. حلوها رقيقه ميم با نص سنتيم، تكون اقل من نصف سنتيم. شوفوا حليتها مستطيل طويل راني نحل فيها. روحوا لها برك بالعقل، هاد العجينه راكو على بالكم فيها الحليب وكامل تجي طريه، روحوا لها بالعقل برك سعفوها. ومن بعد بداو زيدوا الحشو تاني ديروه كوش رقيقه يا ربي 2-3 مليمتر. حطوا الحشو وايطاليوه بملعقه ولا باش حبيتو. فوالا نكمل نحط هاد الحشو بهذه الطريقه. هنا توجور الخدمه باش تجيكم سهله، توجور يكون تنظيم، يعني ما تبداوش تحلوا حتى تكونوا قسمتوا العجينه هكا على 6 ولا على شحال حبيتوا حجم الحربوش. من بعد شكلوا كامل الحرابش، من بعد باش تبداو تقطعوهم. ماشي كل حربوش تخدموه تقطعوه من بعد تزيدوا تحلوا حربوش اخر. اسمحوا لي الحس راهو بزاف لهنايا على بالي، اسمحوا لي غالب كاين اللي تخافوا في الطريق. هنا بعد ما حطيت الحشو نبدا نرولي نرفد بالساشي. شوفوا كيما راني ندير، ارفدوا بالساشي ودوروا. كي تكملوا تدوروا اغلقوه الحربوش باش ما يدخلوش الهواء. فوالا شوفوا كيفاش غلقتوه. من بعد نبدا نكسلو شويه. هنا هاد الخطوه تاع تكسلوه ماشي لازم، انا برك حبيت نكسلو باش يجيني يدخل لي في المول هذاك تاع القلوبه صغير شويه. نتوما تقدروا كيما تروليوه خلوه دو كوتي وزيدوا خدموا واحد اخر. فوالا هنايا راني خدمتهم كامل، نحطهم يبردوا واحد نص ساعه في فريجيدر. من بعد نجوز نقطعهم نديهم في فريجيدر يبردوا. شوفوا كي توجدوا كلش تكون خدمه نقيه وتجيكم سهله تاني. هذا هو المول تاع السيليكون اللي راح نستعمله. نجبد حربوش نحلو ونقسم دي تريانجل. شوفوا كيفاش راني نقسمهم، روحوا بالعقل برك للعجين. تحبوا طيبوهم، انا نص الكونتيتي درت هذه تريانجل هكا طيبتهم بلا المول تاع السيليكون، حطيتهم في صينيه. سينو تحبوا كيما راني ندير انا، شوفوا دخلتهم في المول هذا تاع السيليكون تاع القلوبه كيما راهم هكايا، دخلتهم في المول تاع السيليكون. فوالا ستفتهم. نكمل نديرهم كامل. والكميه يعني كيما قلت لكم نص الكميه درتها قلوبه والنص طيبتهم هكا حطيتهم. وشنو الطياب تاعو في الفرن يكون 180 درجه، ما يفوتش 15 دقيقه. يتحمر برك شويه، يتحمر بالخف باسكو فيه الحليب. شوفوا هنايا كيفاش طابلي شباب، طابلي دوغي. جبت له هنايا شوكولا، انا خلطت هنايا 200 غرام تاع شوكولا نوار مع 300 غرام تاع شوكولا اولي باش تجي لا كولور ديالها شابه. من جهه نحب الذوق تاع شوكولا نوار واللون تاع شوكولا اولي تاني شباب. كي خلطتهم جا لون بزاف شباب. زدت لهم 4 ملاعق زيت، 4 أو 5 ملاعق، انا في الشتا تقدروا ديروا 5 حتى 6 ملاعق زيت. سينو في الصيف ايفيتيو الزيت، ماكسيموم ملعقه ولا زوج باش ما تجيش تتكسر الشوكولا. وهنايا حطيت شويه امور نزين بهم في لي غامكان. درت شويه بيستاش، شويه الورد الجوري. الورد الجوري توجور كي تشريوه نقيوه، نحولو كامل هادوك العراف ديالو الخضوره اليابسين نقيوه خلوه غل ورقه نقايه باش كي تزينوا به يجيكم واجد. وهذا هو الغاتو. شوفوا هنايا كي تقسموه الشكل ديالو. جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو،
وما تنساوش دعموا القناة، ديروا لي جام، وشاركوا القناة في لي ريزو سوسيو. وان شاء الله ما نزيدش نطول عليكم بزاف، ماذا بيا تمدوا لي رايكم في لي كومونتير، وان شاء الله تكونوا كامل بخير يا ربي. ان شاء الله هذا الوباء ان شاء الله ما يقيس حتى واحد فيكم، مالغي راهو منتشر. واش نقولوا، قدر الله ما شاء فعل. والسلام عليكم، فيديو جديده.